أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم حلقة جديدة، لقاء جديد، وشعارنا افتكروه: الحلم، العلم، الأمل، العمل، ومصر الأمام. مصر الحلوة، مصر الجميلة، مصر العظيمة، مصر اللي عاوزينها تقدم بكل فكرة جديدة، اللي كلها تبقى إيد واحدة، اللي شبابها ينور، اللي شبابها زي الفل، وبلدنا دايما هتبقى للأمام. الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في باريس. مسجد الروضة موجود هنا في باريس، 1200 متر. طبعا ده الرقم ده كبير قوي. هنا بيصلي الجمعة حوالي 2500 واحد، وفي رمضان 3500 مصلي يوميا في هذا المكان. التجربة هنا ميزتها انه في شيخ تم استخدامه من مصر، من وزارة الأوقاف، وهو خريج الأزهر. مجموعة مصريين منهم صالح فرهود اللي عملوا هذا المسجد وأنشأوه عشان يبقى فيه دين السلام، دين التسامح، مفيش أفكار متطرفة. لأنه في بعض المساجد، فرنسا حوالي 2200 مسجد، هنا 6.5 ولا 7 مليون من 65 مليون مواطن، ده رقم كبير. أهلا بيكم مسجد الروضة في باريس، تعالوا معنا. بنشوفها لمصر في الخارج. لما جيت هنا من سنوات قابلت صالح فرهود، لقينا مسجد الروضة في هنقول ايه، تطوير، في جهود ذاتية موجودة هنا يجب ان احنا نحييها ونقدرها. الحلم بيراودنا من زمان. عارف الجالية المصرية أو المصريين في فرنسا كان بينقصهم حاجة واحدة، بيت يجمعهم، مكان يجمعهم. ويمكن أنا أول حاجة برضك خدتها كان بيت صغير بيلم حوالي 60-70 واحد. كان أول مكان لرابطة الجالية المصرية، كان موجود في بوبيني. قعدنا مأجرينه حوالي 9 سنين، وبرضك ما تنازلتش عنه، لا سلمته الناس بيحفظوا في القرآن. احنا هنا بنقدم الفكرة لكل الجاليات المصرية، يبقى في بيت مصر بجد. نفسي بيت مصر ده يبقى فيه ثقافة، فيه تعاون مع المستشار الثقافي هنا، في ما يبقاش للمسلمين فقط، للبلاد الأفريقية فقط، لا، بيت مصر كل أسبوع، كل شهر. اللي أنا بطلبه إن شاء الله بمشيئة الله، إن إحنا لما نطلب حاجة من السفير أو من القنصل العام، يعني زيارة لبيت مصر، يتمنوا ذلك. أنا طلبت منه قبل كده إن إحنا يبقى عندنا شيخ من الأزهر، فأنا سرعت وجبنا الشيخ محمد رشاد، والحمد لله فخر لكل المسلمين وللأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إن دولة فرنسا أو مساجد كتيرة هنا بتطلب هذا الرجل للاستفادة من علمه. في ناس هنا بقى بييجوا يصلوا، المنظر ده بيضايقهم، يعني في الفكر متطرف ولا ايه؟ هو اي مكان زي ما قلنا العمامه الازهريه او يشوفوا شيخ جاي من الازهر بيرحبوا بيه تماما، ولكن ما فيش مكان اسمه كامل. طالما تركنا الساحه لغيرنا، فهتلاقي لابد في كل مكان فيه كده ناس طالعه مش عاجبها فكر معين، او لانهم درسوا على حاجات معينه مش عارفين غيرها، لا يفقهون غيرها. في لما تقعد معه مرة واثنين وثلاثة لغاية ما يبدأ يحور في فكره، ولكن برضه بتحتاج لصعوبة، لأن البناية صعبة إنما الهدم سهل. الشيخ محمد أبو العزيز، أنا مبسوط إن أنا معاك وبشكرك، تغديت معاك وكانت غدوة كويسة. أتمنى لكم كل الخير، وأتمنى إنه هذا المكان يبقى نور ويبقى إشعاع بالحب وبالسلام، وصورة جيدة ومشرقة للمسلمين، للمصريين، للإسلام. احنا سعداء بحضرتك استاذ طارق ونورتنا، وده يوم يعني عندنا يوم تاريخي اللي انت جيت لنا من باريس، وربنا يرضى عنك ويجعلك في الخير دايما يا رب العالمين، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويجعل رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. ربنا يكرمك يا رب. بتتكلم فرنساوي ولا لسه بقى؟ يعني باللغات بعض الحروف يعني لا لقط بسرعة بقى، يعني قول بونسوار، صفاء، حاجات كده يعني. المستعان ان شاء الله. الله يبارك فيك. صفاء صفاء الحمد لله. صفاء بيها. الحمد لله. من هنا في مسجد الروضة بباريس عشت دقائق، ولكن بنقدم للمشاهدين، بنقدم للمسؤولين قضية. القضية اللي احنا ساعات بيبقى قدامنا المشكلة ومش عارفين الحل الصح. اسمع كتير انه المسؤولين في الازهر او بعض المسؤولين على الدعوة يقول لك اعمل قناة للازهر. قناة الازهر ممكن هيشوفها البعض، ولكن التأثير الصح، التأثير الاكثر مفعولا، اللي هيطلع اجيال واجيال. نشوف كم جامع في كل الدول الأوروبية الكبيرة، في الأمريكتين، في أمريكا نفسها، ونتصل ونكلم الجاليات عايزين كم شيخ على حسابنا. مصر مش ضعيفة، محتاجين قرار، محتاجين دعم، محتاجين ثقة في نفسينا. مصر كبيرة قوي، مصر الأمام محتاجة إنه الأزهر يعيد ترتيب أوراقه في الخارج،
زي ما شيخنا قال كل البعثات اتلغت، الشيخ اللي خرج دخل مكانه 1000 فكرة تطرف. الشيخ اللي هيخش هيقضي على الإرهاب والتطرف. من باريس أكمل معاكم للأمام أمام نهر السن. هنا بفتكر مصر، هنا بشوف حديقة ببلاش اهي، أخدكم ونشوف الناس المنظر عامل ازاي. هنا حق المواطنة، في نوادي وفي كازينوهات، في مطاعم تحتل النيل، لكن المواطن ليه حق انه يعيش ويلعب رياضة ويعمل كله ببلاش هنا. شوفوا نهر السن هنا عامل ازاي، المنظر جميل ازاي، حياة حلوة ازاي. مراكب طبعا سياحية على أعلى مستوى، في مراكب اسمها باتموش دي مشهورة قوي هنا. بصوا الناس بتلعب رياضة، ممكن ناس تعزف مزيكا، أسر تيجي. حديقة الطفل زي ما شفتوها، شباب موجود، كل الأعمار موجودة هنا. الفن الارتياح محتاج نفكر، محتاج نعمل حساب المواطن والمواطنة، ما بقاش في السور اللي احنا عاملينه، مفيش باعة جائلين زي ما بنشوفها والحمص والحاجات دي. لو موجودة تبقى منظمة. مراكب كل دي مراكب سياحية، كل دي من أمام نهر السن من باريس. مشاهدين قصص كفاح متعددة كثيرة في كل مكان، في كل خطوة بنخطوها نشوف شبابنا اللي بيكافح بيحلم ببكرة. أحمد أهلا بيك. اهلا بك استاذ طارق. احنا دلوقتي بقى جينا بندور على لقمة العيش، فجينا بنشتغل وادام الكلام ده هيتذاع في مصر. بس انا عايز اعرف ان الناس ان اوروبا مش سهله، مش حلم كده تروح هيدوك فلوس. لا هو حلم ان انت تسافر بره، ده شيء ممتاز، لان انا كان عندي هدف ان انا عايز اسافر. فانت لما تسافر ده شيء حلو، وكمان لما تيجي هنا تكتشف ارض الواقع ان انت مش مسافر دولة عربية تتكلم عربي، او انت كمان ما درستش اللغة عندك. تصدم باللغة، بطريقة التعامل، بتشتغل من الصبح 12 ساعة لغاية بالليل. بس احلامك برضه لازم تحقق. انا عرفت انك بتدرس. انا بدأت ان انا اخش الجامعة. انا في جامعة نونتير باريس، او نقول عليها باريس 10. هنا الجامعات بتتقسم 1 لحد 10، بدرس فيها لان ده ممكن يساعدني بعد كده ان انا اخش اعمل دراسات عليا بعد كده في نفس الجامعة او في جامعة تانية. وقول كلمة لأهلك في مصر تقول لهم ايه؟ والله انا مصر يعني التليفونات احنا مع بعض تقريبا، يعني انا بكلم امي على طول. انا بقول لها يعني وحشتيني واتمنى اشوفك على الف خير. اخر مرة رحت مصر امتى؟ انا من ساعة ما جيت ما نزلتش. احمد قصة كفاح هنا، واتمنى نحقق احلامه. بشكرك وكل سنة وانت طيب. اشكرك يا استاذ طارق. شكرا ليك. شكرا جدا. اسيبك مع ام كلثوم ورانا اهي، صوت بالصورة. شكرا. قصة كفاح اخرى موجود هنا في باريس، بيشتغل في البنتير في النقاشة، رغم ان هو حاصل على ليسانس خدمة اجتماعية ولا بكالوريوس. بكالوريوس خدمة اجتماعية. بتشتغل ايه؟ تطلعوا سقالات بقى والحاجات دي؟ كل حاجة بنعملها. بس دي شغلة خطرة. لا خطر طبعا، عشان احنا كمان ما عندناش، بنشتغل في الاسود طبعا كلنا هنا. خطر علينا. بتشتغل في الابيض؟ ما هو الابيض لازم يكون معاك الاوراق. الاسود اللي هو ايه يعني؟ الاسود انت ماشي من غير اوراق، بتشتغل في هنا قانون هنا في عمل. لهجات. هو راجل شغال في الاسود، مش شغال في الابيض قريب ان شاء الله. الاسم تحسين. احنا عايزين تحسين بقى، تحسين. على فكرة سعيد بقابل ولاد بلدي هنا، ربنا يخليك. ناس كتيرة بتضحك وعندهم آلام كثيرة. السفر بره مش الحلم، السفر بره مش اللي هو يعني لا ناس تعبانة، لكن برضو عندهم ميزة بيشوف حلمه ماشي واحدة واحدة. اتمنى انك ترجع بلدك وانت ربنا يخليك يا يعني باشا. تحقق كل احلامك ان شاء الله. ربنا يخليك يا استاذ، وفرصة سعيدة ان نشوفك. شكرا. نورت باريس يا باشا. ربنا يكرمك. والله بجد والله ربنا نورت. يكرمك. شكرا. نظرة بالإشارة تعرف نبض الحرارة، نظرة بالإشارة تعرف نبض الحرارة، انت في الحب عبارة. محمد اللي قابلته هنا من 2 3 وبقابله كل ما اجي واساله، بس هو زعلان عشان السياحه. انت عندك شركه سياحه، والسياحه يعني متاثره جامد. أنا عندي شركتين سياحة، ايجيبت نايل كروز ونايل افيشن. احنا موجودين في باريس من سنة 92 على أساس عملية تشجيع سياحة. بتاخد سياح من فرنسا لمصر. احنا ده شغلنا الأساسي. احنا بقى في 16 العمليه عامله ايه؟ لا من 2010 2011 العملية بدأت تنزل خالص يعني. قبل 2011 كان كم سايح مثلا؟ احنا كنا بنعمل احنا تقريبا الرابع مكتب سياحة في باريس، تور اوبريتور لمصر.
بتكلم على صناعة مهمة، صناعة السياحة. كم مليار راحوا مننا، هيرجعوا، بس احنا مستعدين لده ولا لا؟ ده احنا محتاجين نجاوب عليه ونحط النقط زي ما بيقولوا كده 1 2 3 عشان نوصل اللي احنا عايزينه. لمان باريس بشكرك وشكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا باشا. وألف سلامة. ازاي نصنع سعادة، ازاي نعمل مهرجانات. بشوف انا في بعض المناطق الشعبية، في بعض الاماكن تجمعات الشباب في المهندسين، وخصوصا بعد صلاة الفجر بشوف شباب بيمشي بالموتوسيكلات ويعمل حركات خطرة. ايه رايكم لو عملنا يوم للموتوسيكلات، طبعا اللي ليها رخص المسجلة، ونشوف شكلهم عامل ازاي. عددهم يتجاوز عدة الاف في القاهرة الكبرى. لو عملنا يوم للموتوسيكلات في محافظات مصر الشكل يبقى عامل ازاي. نتكلم على السعادة، ازاي شبابنا يشارك بقوة في بعض المهرجانات تزيد حب وانتماء لوطنه، وايضا نرسم السعادة والبهجة للمواطنين، وايضا بنقدم صورة مختلفة للسائحين. دي لفتتنا النهاردة وسؤالنا التقليدي: كيف نصنع السعادة؟ أعزائي المشاهدين، كل مشكلة بنقدمها عشان نلاقي الحل، عشان بنقدم المثل، سواء كان المثل ده صح أو مثل سلبي. زي الحالة دي نشوف وأكمل معاكم. شغاله موظفه في معهد القلب، تمريض. المهم كانت الامور ماشيه كويسه، وكانت عشت الحمد لله، وعندي اولادي كبار كلهم مولودين كويسين، لحد ما جيت ولدت مريم مولوده زي ما حضرتك كده بلعب الخلقي، ودخلت الحضانه، فصرفت عليها مصروف كتير. حضرتك عارف برضو المرتبات يعني ربنا ايه، الحمد لله. المهم اضطريت ان انا عملت كارد عشان اقدر اتابعها مع الدكاتره. خدت قرض بكام؟ كنت واخداه ب 20,000، 20,000 جنيه. تضاعف دلوقتي لحد ما وصل 40,000 جنيه. فطبعا اضطريت ان انا قعدت بيها، حضرتك ما كانتش بتاكل خالص، وكانت نموها ضعيف، كل ما اروح الدكتور كانوا يتخانقوا معايا بسبب